بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا اللهم بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. ما زلنا مع فضيلة الأستاذ ضيفنا الدائم في هذه السلسلة، سلسلة إشراقات رمضانية، وما زلنا مع حديثنا مع القرآن الكريم، وهو شهر الله عز وجل الذي وصفه بشهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. تكلمنا في الحلقة الماضية عن قراءة القرآن الكريم، وإن شاء الله تعالى في هذه الحلقة سنتكلم عن سماع القرآن الكريم. حياكم الله فضيلة الأستاذ. وإياكم. شأن أيضا هناك فرق بين سماع القرآن وقراءة القرآن. نعم، سماع القرآن وأن تسمع القرآن وأن تقرأ القرآن أن تجري القراءة على لسانك. نعم. وقال ابن منظور عليه رحمة الله أن القراءة لا تكون في القلب، فمن قرأ القرآن على قلبه أجرى القرآن على قلبه، فهذا لا يعد قراءة. القراءة القلبية. نعم، لا يعد قراءة. القراءة التي يعتد بها شرعا لابد أن يتحرك بها اللسان. لابد أن يتحرك بها اللسان. نعم. وقد قال ربنا جل جلاله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. نعم. ثم إن علينا بيانه. نعم. فلذلك لا بد من تحريك اللسان في القلب. وقد اختلف العلماء في فضل أيهما أفضل، قراءة القرآن أو قراءة سماع القرآن نعم. أم قراءة القرآن أم سماع القرآن، والخلاف هنا موجود، لكن والله أعلم أن الراجح هو قراءة القرآن أولى من سماعه، يعني في الأجر. نعم، في الأجر والمثوبة والأداء. لأن قراءة القرآن قد يقرأ فيحرك، يأتي له جهد اللسان مع جهد الاستماع، ويجمع قلبه في وظيفتين، فهو يقرأ ويسمع ويجمع قلبه على القرآن. نعم. أما الذي يسمع فقط فهو يأخذ أجر السماع. نعم. فالقراءة لا يأخذ أجرها. نعم. وهذا فيه بيان على أن الله عز وجل قال: ورتل القرآن ترتيلا. نعم. قلنا أن هذا أيضا مما جاء اختص به، مما أمر به ربنا جل جلاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقراءة القرآن، فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل جلاله فقرأ القرآن بين الناس. أستاذ، إذا تثاقل الإنسان عن قراءة القرآن الكريم يستطيع أن يعوض هذا الفعل بفعل آخر اللي هو السماع، يستطيع أن يسمع القرآن الكريم وتكتب له ختمة سماع يعني. نعم، يكتب له ختمة السماع وفيها نفس الأجر. لا، ليس نفس الأجر طبعا أقل. نعم، التحقيق في المسألة أنه لا يأخذ نفس الأجر، وإن سمع القرآن، وإن بكى، وإن ذرفت عيناه، وإن خشع قلبه، ولكن أجر ذلك يزيده بوظيفة أخرى. نعم. أريد أن أذكر ذلك له مزية القراءة. نعم. ومزية السماع. يأخذ الأول يعني القارئ له مزية القراءة، لأنه امتثل أمر ربه جل جلاله، فقد كلفه ربه جل جلاله بما أجابه جل جلاله. وربنا سبحانه وتعالى يجازي الذي يجيب التكليف أو الذي يجيب النداء. فهذا أجاب ربنا جل جلاله من ناحيتين: أجاب الله سبحانه وتعالى من حيث القراءة فقرأ اقرأ. نعم. وأجاب الله سبحانه وتعالى من حيث السماع فسمع. نعم. والثالثة هو خشوع القلب والجوارح. نعم. أنا ذكرت أو ربما أذكر تذكر لنا بعض الصحابة الذين تأثروا بسماع القرآن الكريم يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن مثلا سورة طه التي تأثر بها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هل هناك نماذج لبعض الصحابة الذين تأثروا بسماع القرآن الكريم؟ أولا قديما كانوا يقولون، حتى الطلبة هنا في الزاوية يعني في الزوايا موجودة في الجزائر، يقولون: القارئ كالسامع، والقارئ كالحالب، والسامع كالشارب. نعم. السامع كالشارب. الذي يقرأ يحلب الحليب، والذي يسمع يشرب. نعم. الحليب. فأعدوا بأن الذي يسمع هو أفضل ربما من الذي يقرأ، ربما عند بعضهم. نعم. حتى لا أعمم الحكم. نعم. ولكن والكلام هذا على جماله كلام رائع جدا. نعم. ولكن هو خلاف الأولى. نعم. خلاف الأولى، والله أعلم. طبعا الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم جميعا تأثرهم دخولهم حتى للإسلام بسماعهم في أولها ما كان بالقراءة، وإنما كان أغلبيتهم أعظمهم كان بالسماع. ولذلك نضرب مثال على ذلك: أسلم الصحابة كمصعب بن عمير وهو يسمع القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل السير، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يرتل عليه القرآن وهو يسمع، فقال: يا رسول الله، ماذا يصنع من أراد أن يدخل في هذا الدين؟ قال: يغتسل ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأثر بالقرآن. ثم ذهب مصعب بن عمير إلى المدينة المنورة، وكان أول سفير في الإسلام، ولقب من الصحابة بمقرئ المدينة،
لأنه صار يأخذ بين الأنصار والمهاجرين مقرئ المدينة، لأنه كان يمشي في أزقة المدينة المنورة وكان يسمع الناس القرآن، ما كان عنده وظيفة أخرى. ليس كما نحن الآن نكثر الكلام، لكن هو ما كان يكثر الكلام، هو يقول كلام الله عز وجل. لكنهم كانوا يسمعون القرآن بقلوبهم. نعم بقلوبهم قول الله عز وجل. طبعا، وذلك وجديد عهد برب العزة جل جلاله. كان القرآن ينزل في الليل فيرتل في النهار، أو ينزل في الليل فيرتب بالليل، وينزل في النهار فيرتب بالنهار، وكان جديد عهد برب العالمين. ولذلك كان الناس يتلهفون لسماع القرآن، لأنه الآن فقط نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحبون سماع كلام الله عز وجل. ولكن المشركين الكفار على شركهم وكفرهم وظلمهم وبغيهم وطغيانهم كانوا إذا سمعوا القرآن كانوا يتعجبون لتركيباته ولانسجام ألفاظه ولسحره ولبيانه ولإعجازه ولتأثيره ولتخشيعه. وقد قال ربنا جل جلاله: تأثرت الجبال والجن والإنس، كما قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجن أنزل الله عز وجل سورة الجن، سورة كاملة. نعم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ونشرك بالسماع. نعم. فأسلموا بسماعهم. نعم. شأنه أيضا من باب ربما الإشارة إلى سماع القرآن الكريم. سماع القرآن هل يشترط الطهارة؟ لا يشترط الطهارة. لا يشترط. لا يشترط يعني سماع القرآن. لا. وفي رمضان الاستماع للقرآن الكريم له من الأجر ربما هو أقل كما ذكرت يعني من قراءة القرآن الكريم. قول الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ربما نريد أن نمر على هذه الآية وقول الله عز وجل: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. أريد أن تمر لنا أستاذ على هذه الآيات، ربما معانيها بقراءة القرآن بتدبر أو سماع القرآن أيضا هل يتدبر كما تدبر الصحابة رضوان الله تعالى. نحن منذ قليل تكلمنا قلنا أنه لابد للإنسان المسلم إذا قرأ القرآن أن يرتله ترتيلا. هذا إذا قرأه. فترتيل القرآن هو تجويده هو الإتيان بالأحسن. نعم. والتجويد أيضا هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه ومع معرفة الوقت والابتداء. وهذا هو المقصود. فلذلك كان لابد للإنسان إذا قرأ القرآن يعرف كيف يبدأ وكيف ينتهي وكيف يتوقف. ولذلك لو سمحت في تعريف القرآن من الناحية اللغوية اختلف العلماء إلى قولين. يقرأ قراءة يعني قال بعضهم هو لفظ مشتق. نعم. والذين قالوا أنه لفظ مشتق انقسموا إلى 3 أقوال. قالوا أنه مشتق بقراءة بمعنى ضم وهو ضم الحروف والكلمات. نعم. وقالوا أنه مشتق بمعنى هو الإظهار والبيان. نعم. وقرأ بمعنى هو الترتيل. نعم. أيوه. وبعضهم قال هو إنما لفظ قراءة ليس هو مشتق وإنما هو مصدر. يستطيع الإنسان أن يسمع القرآن وهو يمشي وهو في سيارة، يستطيع أن يقرأ القرآن في أي مكان، يستطيع أن يفعل كل شيء بالقرآن يعني في بيتي خاصة مع كثرة القنوات والإذاعات. لا شك أن هذا أفضل، لا شك أن هذا أفضل في اشتغال الإنسان بكلام ربه أو لا باشتغاله بالخلق، ولكن النفس تمل. نعم. وإذا كان الإنسان لابد أن يروح على نفسه. وقد جاء في الحديث الصحيح في حديث حنظلة. نعم. لما قال نافق حنظلة. نعم. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله كنا إذا جلسناك وكلمتنا عن الجنة والنار وكان نراها فإذا خلونا إلى أزواجنا وذرارينا وعافسنا النساء والذراري قال: اذهب عنا ذلك الحال. فقال: ساعة من ساعة يا حنظلة لو بقيتم على ذلك الحال لصافحتكم الملائكة في الطرقات. وأيضا في الحديث الثاني على أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسبه طلحة ربما بن عبيد الله كان يقرأ القرآن وكانت فرسه تجول وقال: وكنت أرى وكأنها مصابيح قد تنزل. قال: فلما أوقفت فلما سكت البغلة ابنه أو سكته هو قال: لما وقفت على القراءة رفعت ذهبت تلك المصابيح. نعم. فرفع هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أتممتها لرآها الناس في سكك المدينة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني على الملائكة. وهذا يستدل به في قضية فضل قراءة القرآن وتلاوة القرآن. نعم. شيخنا ربما أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين. أنتم معروفون يعني في مدينة قسنطينة بالصوت الجميل في صلاة التراويح، يعني السماع في صلاة التراويح هذا هو من سماع القرآن طبعا. لا شك. وقد جاء في الحديث الصحيح: إني أحب أن أسمعه من غيري، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث عبد الله بن مسعود. نعم. رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: قال: اقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فجاء يقرأ من سورة النساء حتى بلغ قوله عز وجل: فكيف إذا جئنا على كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: حسبك يا عبد الله. قال: فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان بالدمع.
وقد جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا من صلى مع الإمام لا يخرج من مصلى حتى ينهي الإمام ولا ينصرف من مصلى كتب له أجر ليلة كاملة، ليلة تامة. نعم كما قال النبي صلى الله عليه وآله قول وسلم. الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. المقصود هنا قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، هو صلاة الفجر في حد ذاتها. وقلنا صلاة الفجر نعم إن من السنة، ثبت في السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول بالقراءة في صلاة الفجر، وما سمي صلاة الفجر بوقت بالقرآن إلا لأن المقرئ أو الإمام يطيل القراءة فيها بقراءة القرآن. نعم تعبدا لله عز وجل، وهذه هو السنة. وقد يسأل الناس التخفيف في هذه المسألة، والتخفيف هنا وإن كان واردا لكن ليس التخفيف الذي يقصده الناس. التخفيف في صلاة الفجر يعني نعم بعض الناس يقصدون التخفيف، والتخفيف ليس الذي يقصده الناس، لأن الناس صاروا يحبون الكسل لا التخفيف. نعم. فقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال: امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالصافات ان نخفف، وصلى بالصافات، والصافات طويله جدا يعني. نعم سورة الصافات يعني في صلاة قال امرنا بالتخفيف وصلى بالصافات، وهي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه يوم الجمعة يصلي بسورة السجدة وسورة هل اتى على الانسان على غير مشهور مالك، فمالك لا يقول بهذا، والامام لان سورة السجدة فيها سجدة، ومالك لا يرى السجدة في الفريضة، لكن سماع القرآن بل يكرهها. نعم يعني المهم هو فيه أجر سماع القرآن. نعم لا شك. في آخر هذه الحصة شيخنا أود أن ننصح بعض إخواننا ربما ببعض المقرئين الذين تهتز لهم الأرواح وتهتز لهم القرآن، تخشع لهم الوجدان في سماع القرآن الكريم، ربما تنصحنا وتنصحني أنا شخصيا ربما في سماع القرآن الكريم. تكلفتني ما لا أستطيع الحق. أنا أنصح نفسي أولا ثم أنصح إخواني على أن ينظر إلى القرآن على أنه قرآن هو كلام الله عز وجل، لا بد أن تهز به القلوب والمشاعر والوجدان، ولا بد للقراء في شهر رمضان أن يحرصوا حرصا شديدا على أن تكون قلوبهم عامرة بالإيمان، حتى إذا قرأوا القرآن سحبوا قلوب الناس إليهم أو إلى القرآن عفوا. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قرأتم القرآن فحركوا به القلوب فلا تنثروه نثر الدقن. يعني التمر الرديء، لا ترموا القرآن على الناس على مسامعهم وكأنكم تهزونه هزا، فإنما لابد القرآن هذا أنزل لأجل أن تحرك تدك به الجبال وتهز به قلوب ومشاعر الناس، فاحرصوا حرصا شديدا أيها القراء على أن تحركوا بالقرآن قلوب الناس، لا تنظروا للناس، لا تلتفتوا. الناس يسألون التخفيف ولا يريدون التخفيف، إنما يريدون قتل الصلاة وقتل الوقت وذهاب فضل الصلاة. ولذلك هذه صلاة سنة، التراويح سنة ثابتة نافلة، قيامها ليس واجب. الذي يرى التخفيف أقل مما يجب الإمام يقرأ فيه مثلا يصلي في بيته، وأولى عليه أن يحدث مشكلة في المسجد أو يرفع صوته على الإمام ويسخب على المصلين أو يتأفف بين الناس. فأولى من كل هذا على أن يتقي الله عز وجل، وأن يعرف بأن القرآن أن المسجد بيت الله عز وجل، وفيه يرفع الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحانه، وهذا القرآن وكلام الله جل جلاله. فإذا لم يستطع أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه الله، فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يصرف جسده وبدنه في بيته أو لا يدير مشكلة. بارك الله فيك شيخنا، جعل ما قلتم في ميزان حسناتك وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في آخر حصة نشكر فضيلة الأستاذ شعيب قسوم على ما قدمه وجعل ما قاله في ميزان حسناته. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام سلام كمسك الختام عليكم روحي بابنا يا كرام، ومن بكم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنت